شفتوا القرمشة دي؟ سامعين؟ شفتوا الجمال؟ ده ميفي يا اخواتي ولا فطير؟ تيجي بقى نشوف ده ايه. عايزة تاكلي ميفي بس بروح الفطير المشلتت؟ شوفي تورقة الفطيرة دي، فطيرة الكسر دي السر في العجينة السرية والتسوية المضبوطة. يلا نشوف بقى بيتعمل ازاي بالطريقة وبالتفاصيل. هنجيب بولة فيها كوبايتين دقيق فقط لا غير، مش هنستعمل غير كوبايتين دقيق. هنحط بقى ذرة ملح ومعلقة ونص سكر. هنقلب المواد الجافة بالمعلقة عشان كله اندمج مع بعض. وهنجيب 3/4 كوباية مية وهنحطها بالتدريج وهنعجن العجينة. عجينة سهلة ولا فيها عجن ولا مجهود. احنا دلوقتي بلم العجينة بس بصوابع ايدي، وبعدين هحطها في كيس ترتاح 10 دقايق وهنبتدي نشتغل فيها. سهلة من غير مجهود ومن غير تعب. بص انا عملت ايه، خلاص كده خلصتها لميتها. خلاص هحطها في كيس وهبتدي اسيبها ترتاح ربع ساعة زي ما انا قلت لكم. اهي اتلمت وبقت زي الفل. هجيب كيس واحطها ربع ساعة بس ترتاح. في نفس الوقت بقى وهي بترتاح كده هنجيب كسرولة نحط فيها كوباية لبن ومعلقتين 3 سكر حسب الحلو اللي انت عايزاه في الكسر، وهنحطه معلقتين 3 نشا او كاستر زي ما انت عايزة. انا كان عندي كاستر حطيته 3 معالق ممسوحين مش مليانين. وهنقلب على البارد وهنحطه على نار متوسطة لحد ما يبقى بالسمك اللي احنا عايزينه ده. خلاص كده هفضيه في بولة وهسيبه يرتاح ويبرد لحد ما نكمل العجينة ونشوف هتتعمل ازاي. هنرجع بقى نشوف العجينة واخبارها ايه. هنا خلاص طلعناها من الكيس وحاولت ابرمها كده بايدي، مش محتاجة عجن تاني خالص. وهبتدي الفها كور بالطريقة دي وهسيبها ترتاح برضو 10 دقايق. بص انا بعمل ايه اهي كده، سهلة جدا مفيهاش مجهود ولا اي حاجة خالص. عجينة سهلة وهتطلع فطيرة لذيذة وهتعتمديها على طول. كده عملتها على 4 كرات، سبتها ترتاح 10 دقايق. حطيت نقطة زيت على رخامة وسرعت انا المقطع هنا برضو عشان ما يبقاش الفيديو طويل. وهبتدي افرد العجينة بالطريقة دي اكنها بتفردي فطير. حطيت زيت من تحت وهفردها وبعدين احط عليها سمنة من فوق. انا مسيحة زبدة وعملتها بالزبدة السايحة، زبدة نيوزيلندي عادي او زبده بقري او سمنه زي ما انت عايزه، بس كان عندي زبده نيوزيلندي سيحتها وعملت بيها. بص انا بعمل ايه هنا بقى. هبتدي بقى افردها كده، كل ما افرد احط زبده، كل ما افرد بالطريقه دي احط زبده لحد ما تبقى العجينه معايا شفافه بالمنظر ده. هجيب الطرفين كده واقلبهم على بعض وكل ما اتني طرف احط عليه زبده زي ما انتم شايفين لحد ما يبقى قدامي زي الشريط. هطبق بقى الشريط ده اكنه مربعات، بس افرده كويس وهنبتدي نطبق زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. اطبقها على بعض كده زي نعملها مربع. بعد كده هنبتدي نفرد التانية. كل افتراية هتبقى خدها عجنتين كورتين يعني. هفرد كده بالطريقة دي زي الاولانية بالمنظر ده بالسمنة، واحط سمنة وافرد بالطريقة دي اهي كده لحد ما تبقى شفافة بالمنظر دوت. طبعا احط بقى الزبدة زي ما انتم شايفين، زبدة او سمنة يعني الاتنين سيان. بعد كده هنبتدي نحط المربع اللي احنا عملناه الاولاني في النص وهنتني عليه الطرف بتاع الدايرة او العجينة اللي احنا عملناها. بصوا كل طرف بالطريقة دي لحد ما يبقى مربع تاني. هنعمل برضو كورتين التانيين زي الاولانيين اللي انا عملتهم قدامكم، بس انا هعملهم بقى مع نفسي. هنا بقى بعد ما خلصتهم هجيب صينية وابتدي ادهنها كويس بالسمنة وهفرد عليها العجينة بالطريقة دي لحد ما تتفرد كلها في قاع الصينية بالمنظر ده. في نفس الوقت هيكون الكاستر برد، هنبتدي نحطه عليها. بص انا بضغط بايدي ازاي، انا عايزة افردها كويس. خلاص كده هنا بقى حطينا الكاستر بالطريقة دي وهبتدي افرده عليها. عايزة تحطي معاه جوز هند، عايزة تحطي معاها زبيب زي ما انت عايزة. بصوا انا بعمل ايه اهو بالمعلقتين كده بحاول افردها. اجيب بقى الدايرة التانية او دايرتين التانيين اللي انا عملتهم الفطيرة التانية واحطهم على الوش، يبقى 2 عملتهم فطيرة من تحت وبعدين الكسر وبعدين الاتنين التانيين عملتهم برضو فطيرة
وحطيتها من فوق. سهلة كده مفيش اي مشكلة. هجيب بقى الطرف بتاع الفطيرة اللي فوق وهبتدي ادخلها من تحت كده عشان الكاستر ما يطلعش منها. بصوا انا بعمل ايه، بشد كده الطرف واحطها، بتنيها كده على تحت عشان الكاستر ما يسحش ويلزق في الصينية اهو. بص انا بعمل ايه، الخطوة دي مهمة جدا. بصوا اهي بدخل كده بصبعي لجوه اهي، سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة خالص اهي. كده خلاص خلصنا الفطيرة وحطيناها في الصينية. هنبتدي برضو نجيب شوية سمنة حلوين كده نحطهم من فوق. بصوا كده خلاص سويتها وخلاص بقت في منتهى الجمال اهي. حطيت شوية سمنة. هجيب بقى فنجال كده يكون صغير وهعمله في النص وابتدي اقطع لحد ما السكينة توصل لاخر الصينية. يعني انا عايزة السكينة تحك كده في الصينية من تحت عشان تطمني او تضمني ان اتقطعت للاخر، عشان لو ما اتقطعتش كويس مش هتعرفي تقطعيها بعد ما تستوي. بص انا بعمل ايه، بقطعها كده بكل قوة على العجينة لحد ما اخلص العجينة كلها. انا قطعتها مثلثات بالطريقة دي. انتي بقى عايزة تقطعيها مربعات، عايزة تقطعيها سمبوسكات، زي ما انتي عايزة، بس انا حبيت اعملها بالمنظر دوت. بصوا كده بتك عليها برضو تاني عشان اضمن ان كده خلاص اتقطعت. نسخن الفرن بقى على اقصى درجة، اللي هو اقصى علو درجة عندك. هكون مسخنة الفرن قوي. بعد كده هحطها في الرف اللي تحت اللي هو قرب النار اللي من تحت لحد ما تستوي لمدة 10 دقايق. احنا ليه بنعليها بقى وبنسويها على الدرجة العالية؟ عشان الطبقات تنفصل عن بعض وتبان، تبقى فيه فراغات وتورق معايا. بعد كده هنبتدي نخفض الدرجة على 160 لحد ما تستوي خالص. ليه بقى؟ لان انا مش عايزاها فطير مشلتت، انا عايزاها زي الميفي، زي ما انتوا سمعتوا كده في اول الفيديو وفي اخر الفيديو ايديا وهي بتتك عليها عملت قرمشة زي الميفي بالظبط. حتى لما تاكليها تبقى عامله زي الميفي، احلى من الميفي والذ من الفطير كمان المشلتت. طبعا بعد ما استوت وطلعناها وهي سخنه انا حطيت حوالي 3 4 معالق عسل نحل. انت عندك عسل نحل حطي، عندك عسل بتاع الحلويات الشرقيه حطي، عندك مربى حطي، ايا كان منهم حطي، مفيش مشكله خالص. وهي سخنه. بعد كده هنحط عليها بنزينها بقى بالمكسرات وجوز الهند زي ما انت شايفه. عايزه تزينيها باي حاجه انت تحبيها زينيها. بصوا هنا بعد ما قطعتها، بص المثلث بسم الله ما شاء الله، بص الطبقات، بص التوريق عامل ازاي واتكسر في منتهى الجمال. احلى فعلا من الميفي، هتاكليها وهتعتمديها على طول وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اللايك فضلا وليس امرا، وشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.